بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى النهارده هنعمل ارنبيط من غير زيت بشويه زيت، شايفين معلقتين 3 من الزيت بس. هنا انا كنت عامله معاكم السنه اللي فاتت اللي هي قطع او التوم، حاطه هوت في التلاجة في زيت وملح، بيقعد من السنه للسنه. هنحطه بقى قطع من الفلفل والتوم، انا شايفين التوم اهو والفلفل، اظن مفيش ابسط من كده. توم وفلفل، عايزه تقطعي التوم تمام، عايزه تخليه مفروم تمام، والفلفل نفس الوضع. انا سايبه فلفل، في فلفل كده قطع او الواحده بوحدتها، يعني ممكن تعمليه شرايح كده شغال وكده شغال تمام. عندنا هنا ادي صلصه وادي طماطم، وهنا كان عندي متنجنايه، عندك بقى متنجنايه تمام، جزرايه شغال تمام، بنجر تمام، شبت، يعني اي حاجه خضراء. هنا كنت عامله الطحينه ومزوداها بالعيش اللي احنا عملناه قبل كده، عندنا جبنه دومتي، وهنشوفوا بقيه الخطوات مع بعض. بصوا بقى هنا عندنا متنجنايه بس هنقطعها، او سواء بقى متنجنايه جزرايه بنجرايه هنقطعها دلوقتي. بهاراتك بقى هنحطه برضو. البهارات هنا عندنا جنزبيل مطحون، ممكن تحطي هنا فلفل اسمر. نظبط الملح بتاعنا بالمرة عشان كله ياخد لون واحد تمام. طبعا هنا ادي فيجيتار يخلي الموضوع سبايسي شوية، ممكن بقى زي ما قلت تحطي شبت، تحطي جزر، تحطي هنا نحطه زعتر او روزماري اهي. هنحطه كمون عشان طبعا انتوا عارفين ان الارنبيط بيعمل غازات. تعالوا بقى بينا على النار. بالنسبة للأرنبيط طبعا سلقناه، سواء بقى تقطعيه قطع صغيرة او زي ما انتوا شايفين زي الشجرة كده اهي. وحطيت هنا دي ورق او ليمون وقشر برتقان عشان طبعا يزيل الروايح اللي هي بتبقى بيتبوظ القولون اهو لحد ما يستوي. طبعا الملح بتاعنا، حطيت كمان معلقة سكر، وزي ما قلت قشر الليمون وقشر البرتقال تمام. بصوا بقى يا جماعة، انا هنا مجرد هقطع المتنجانية، ممكن تبشريها او جزرايه اهو شرايح او سلايسز. هنخلي بقى الخليط ده كله يتحمر مع بعضه، اللي هو زي ما قلت الفلفل او الشبت، المتنجان او الجزر. وهنا دي خلاص قرب يستوي، هنطفي عليه اهي. انا حتى هبدل الصينيه لاني القرنبيط قرب يستوي. طبعا انا بتحرك مش شايفه الكاميرا، اللي تليفوني على بعيد. خلاص نقرب دي كده لانه بيجري من ساعتها. اهو تعالوا بقى من قريب، خطوات بسيطة اهي. هنحمر زي ما قلت التوم، حمر الحاجات دي اهو، التوم والفلفل، جزر او بنجر، عايزة تحط شرايح بصل تمام شغالة. اول ما يتحمر ونرجع تاني. هنا بقى القرنبيط عشان ما يتهريش هنقص عليه وناخده كده نصفيه. بسم الله اهو،
ونحطه في الزيت عشان يتحمر معانا مع ياخد ريحة البصل والثوم والحاجات. مش عايزاه مهري. تمام. عايزاه قطع صغيرة شغال اهو. خلاص كده ادي مية الايه السلق اهي. هنديله تشويحة وهو كمان في التقليب هيتفتت اكتر من كده. تمام. اهي هنحطه بقى في المرحلة دي معلقة من الطحينة اهي. طبعا هي كانت في التلاجة اهي. معلقة من الطحينة. احنا مش عايزينه ياخد لون، احنا عايزين بس ياخد ايه شك كده صدمة يعني. طبعا عايزه تحط جبنه سودا تحطي، انا عندي جبنه دومتي احط معلقه اهي يا جماعه، جبنه دومتي. طبعا لو شيدر احسن. تعالوا هنا عشان النار اهي هتدي طبعا تيست حلو وتسيح مع الحراره. جبنه مثلثات شغاله برضه. يا جماعه اخر مرحله هي الطماطم. هنحط صلصه كمان يا جماعه، حطينا كمان صلصه او كبسه. يعني بقى نقلب الكلام ده كله اهو. يا جماعه ادي الطبق بتاعنا خلص اهو. عايزه بقى تدخليه تحت الشوايه تحط عليه صوص من الجبن. تمام. عايزه تغرفيه كده بس اهو. شايفين انا هنا حمصت عيش اهو على النار او في الفرن تاكلي بيه كده. شايفين اي بقى نوع عيش عندك محمص او عيش شامي عايزه تعملي. هو عامل زي الطاجن كده، طاجن ارنبيط على السريع. روعه. نقفل بقى كده مش محتاج اي حاجه.